اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني. فيديو النهارده اتمنى كده من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد ينزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وحطوا لي لايك وكملوا معايا الفيديو الاخر. طبعا النهارده ماما هتخلل لنا بصل، عارفين بقى البصل اللي هو بنشتريه من بره المتخلل، هي بقى تعمله لنا بس هتعمله لنا في البيت. طبعا بقى كده زي ما انتم شايفين كان عندنا صفقه بصل، كان عندنا شويه بصل يعني كتار. فزي ما انا كنت قايله لكم ان الفيديو اللي فات كنا مخزنين بصل، واللي ما اتفرجش عليه يروح يتفرج عليه ويحط لي اللايك يا جماعه ويكملوا كده للاخر وصلوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا بقى في الفيديو ده هنخلي البصل الكبير. طبعا احنا خزنا في الفيديو اللي فات، انما بصل ده اللي احنا بنعمله في الفيديو ده بصل صغير كده شويه، فده للمخلل وكده. فماما قالت بدل ما هخزن كله واحط كله مثلا في الفريزر وكده، لا انا هعمل نصه كده ونصه كده. وبصراحه يعني هو كان حلو قوي قوي قوي، وجربوا الطريقه دي اللي انا هقول لكم عليها اللي ماما عملتها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا هنا اول حاجه كده خالص جبنا البصل ونضفناه من القشر بتاعه، وطبعا هنغسله وهنشطفه كذا مره. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هي بتشيل الراس اللي فوق واللي تحت وبتنضفه، بتشيل القشره لحد لما بتلاقي كده البصلايه فله وما فيش فيها اي حاجه خالص. تمام. بعد كده بقى ايه، بتجيب بقى البرطمانات بتاعتك انت بتكوني مجهزاها اللي انت هتخليلي فيها البصل. وعايزه اقولك لو انت مثلا عايزه تخليلي مثلا اي حاجه تانية تقدري ان انت تخليليها بالطريقه اللي ماما خللتها، لان الطريقه اللي هي بتعملها ديت حلوه قوي قوي في المخللات. يعني ممكن تخليلي فلفل بالطريقه اللي ماما عملتها، ممكن تخليلي مثلا اي مخللات انت عايزاها تخليليها بالطريقه دي. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين كده هتنضف كمية البصل اللي احنا سبناها اللي هما الصغيرين وهنشطفهم كذا مرة لحد لما تلاقي البصل خلاص نضف وبقى كويس معانا. جبنا طبعا بقى البرطمانات، احنا هنعمل برطمان واحد بس، لان الكمية يعني ما كانتش كتيرة قوي، لان زي ما انا قلت لكم بقية البصل احنا خزناه. فطبعا هنعمل برطمان واحد بس، لو انت عايزه تعملي اكتر من كده اعمليه، ولو انت اول مره تعملي وعايزه تجربي في حاجه قليله جربي برطمان واحد. البصل يا جماعه رخيص السنه دي، فتقدري ان انت تجيبي وتجربي وتعرفي الطريقه وتعتمديها بعد كده لو عجبتك. طبعا بقى هنا دي يا جماعه لعله، وطبعا بقى هنا زي ما انتوا شايفين هي حطت ملح وحطت ميه وهتحط لعله اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى يا جماعه تقعد تقلب عشان الملح يدوب، لان الملح ده ملح خشن. الملح الخشن بيبقى حلو قوي قوي في المخللات غير الملح العادي. وعايزه اقول لكم كمان ملحوظه ان المخللات كلها يعني عامه بتبقى عايزه الحدق عالي شويه، ما يبقاش عادب علشان المخلل بتاعك ما يعفنش. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت تخليه يعني ايه عالي حاجه بسيطه كده، ما تحدقهوش، يعني بيبقى عالي كده حاجه بسيطه عن المعتاد، وهيبقى كويس عشان ما يعفنش معاكي ويقعد معاكي فتره طويله. طبعا ماما هنا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده عملت تاني برضو شويه ميه، لان شويه الميه اللي حطيتهم في ال في البتاع اللي احنا هنخلل فيه انا نسيت، في البرطمان اللي احنا هنخلل فيه يا جماعه معلش طلعوا قليلين. فطبعا بقى زي ما انتم شايفين كده هنشطف البصل كذا مره. طبعا هو كان محطوط الجردل ده كان محطوط فيه ميه نظيفه، وهنرجع تاني نحطه في ميه تانية لحد زي ما قلت لكم هنخلي البصل معانا حلو ونضيف وكويس. طبعا بقى هنا خلاص اهوت نضفناه وحطيناه في ميه كذا مره ونقعناه كمان في ميه. بس عايزه اقولك لو انت هتعملي مخلل البصل ما تطولهوش في الغسيل او تطوليه او تعملي حاجه قصاده وتسيبيه، لان هيعمل ريحه وحشه. فانتي البصل بالذات بيبقى عايز على طول كده في وقتها. طبعا زي ما انتم شايفين كده البصلايه الكبيره هي بتقطعها نصين، والصغيره بتشقها كده حاجه بسيطه. وطبعا زي ما قلت لكم الملح يا جماعه يبقى زياده شويه، وبالذات في المخللات علشان المخلل ما يعفنش معاكي ويقعد معاكي فتره طويله. طبعا هنا بقى عشان نزود الميه عملنا كده شويه ميه تانيين بملح برضو بلعلة، وهنصبها بقى على البصل كميه البصل اللي احنا هنخللها كلها، وهنغطي بقى البصل كله بالميه دي. عايزين البصل يبقى متغطي بالميه بتاعه الملح وبتاعه اللعلة. وكده كده اصلا البصل بعد يومين هيدبل وهينزل كده هيسقط تحت في البرطمان، والميه هتبقى فوق، يعني كده كده ده المعروف. عايزه مثلا تعملي بقى ايه
ماما كانت بتعمل لنا مخلل فلفل اخضر لما كان بيبقى عندنا كتير وكده، كنا بنخلله برضو بنفس الطريقه، بس ما كناش بنحط العلم. وبس ده كان فيديو النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم.